بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم طبخة ولقمة. لو اول مرة تشوفنا اعمل اشتراك من تحت الفيديو. لو بتشوفنا قبل كده ما تنساش اللايك والشير. النهاردة احنا جينا نعمل سمك مقلي. عندنا سمك بولتي هنعمله مقلي، وهقول لكم الخلطة بتاعته ممكن تتعمل ازاي وتكون حلوة جدا. الكاميرا تيجي معايا كده، بصوا زي ما انتم شايفين ده سمك. السمك ده متنضف كويس جدا، يعني انا قبل ما اطلع اعمل الفيديو نضفته كويس جدا، حتى بصوا شلت الراس وظبطته 100 وتمام التمام. انا هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تنضفوه عشان يعني نوصل للنتيجة دي. بصوا بطنه ما فيهوش اي حاجة وتمام التمام. الخلطة دي معمولة، بس انا هقول لكم انا الخلطة دي انا بعمل فيها ايه وبحط فيها ايه. الخلطة دي انا بعملها من السنة للسنة واسيبها في التلاجة. بحط فيها ايه بقى؟ فلفل احمر وكمون وتوم وليمون وخل وملح، 6 حاجات. تمام؟ هقول فلفل احمر، كمون، ملح، خل، ليمون، توم وتوم. تمام. فبسيبها بقى من السنه للسنه، وكل ما اكون عايز اعمل سمك واروح مطلع واخد حبه زي كده واظبط السمك بتاعي. بصوا بقى هنظبط ازاي. هنجيب اول حاجه السمكه كده عشان خاطر تطلع طعمها حلو كده اهو بالشكل ده، 3 فتحات. هتقولي بتفتح السمك كده ليه؟ هقولك عشان خاطر التتبيله تخش جوه. ادي 1. فتحت بقى السمك بتاعي كله. هبتدي بقى ان انا ايه اظبط كده. هقول لكم انا هجيب بالمعلقه كده بالراحه عشان ما نبهدلش الدنيا. من هنا كده اهو. اول حاجه من هنا من البطن. خلي بالكم منطقه البطن دي تكون اكثر زفاره، فلازم ايه ان انا بالمعلقه كده لجوه. لازم تراعوا من جوه كده اهو بالشكل ده، وعلى الجنب التاني بالمعلقه برضو لجوه اهو اهو. 100 فل و14. نعمل واحده كمان اهو لجوه، لان اللحم اللي جوه ده لازم يكون متبل يا جماعه. خدوا بالكم من الحته دي. والبطن زي ما قلت لكم البطن ده بيكون اكثر زفاره، فلازم نركز عليه كده اهو كده اهو بالشكل ده. هقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. السمك اهو بعد ما تبلناه، النصيحه بقى اللي بقولها لكم بالنسبه للتتبيله، ممكن تسيبيها على اقل ساعه. السمك هيشرب التتبيله وهيبقى جميل جدا. هجيب بقى الدقيق بتاعي. بصوا احط على الدقيق ده شويه كمون لتاكيد عدم الزفاره. لايه؟ لتاكيد عدم الزفاره. يعني دلوقتي انا بحط كمون على الدقيق عشان ااكد. بس كده شويه الكمون واقلبه كويس مع بعضه. بصوا بقى المعلومه اللي جايه دي وركزوا فيها خالص. انا سبت السمك ساعه، هاخده بتتبيلته كده بالدقيق شمال ويمين وفي كل حته. كلام جميل. هاخده شمال ويمين وفي كل حته، ومن الجناب ومن كل حته. لازم الدقيق يكون في كل حته. ده شكل السمك اهو بعد ما ايه ما حطيناه في الدقيق. بصوا بقى هنجيب طبق فيه ميه، لان في ناس بتاخد السمك تغطسه في الميه. دي معلومه مش صح خالص يا جماعه. لما انا بغطس السمكه كلها في الميه بتفقد التتبيله بتاعتها ورونقها وحاجات كتير. فانا يا دوب هعمل كده، يعني هنطور كده بالميه بحيث ان الدقيق ايه ما يقعش كده اهو كده اهو في كل الجناب. وهقلب السمكية من الناحية التانية وهعمل نفس الكلام، ويكون الزيت سخن جدا. يعني اللي انا هعمله ده يكون الزيت ايه سخن جدا. هقلب السمكية من نفس على الجنب التاني واعمل نفس الكلام. تعالوا بقى نروح نقلي. ده شكل السمك اهو. بصوا انا حاطط الزيت اهو. تعالوا كده الكاميرا تيجي معايا. لازم الزيت يكون سخن جدا. خدوا بالكم المعلومة دي، لازم الزيت يكون سخن جدا. هحط انا السمك بقى بالمنظر ده اهو
هروح بقى اقليه وارجع لكم تاني. وصلنا النهارده لاخر الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين اهو السمك لونه جميل وذهبي وفي نفس الوقت مستوي وجميل. وطبعا ده بيتقدم جنبه الرز الصياديه. في مره كده هنبقى نعمل لكم الرز الصياديه بس عشان وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين طبعا لو بتشوفونا اول مره ما تنسوش الاشتراك. عايزين اشتراكات يا جماعه وعايزين دعم منكم عشان نيجي بفيديوهات اكتر ونيجي يعني بافكار تانية وحاجات حلوه. وطبعا اللايكات، اهتموا باللايكات جدا. نشوف فيديو يعمل لايك. وعايزين عيله طبخه ولقمه تكبر قوي وتبقى كبيره كبيره. كل ما هتكبر كل ما انا هقدم لكم فيديوهات اكتر. انا عندي افكار جامده جدا بس احنا قلنا نبدا بالبسيط واحده واحده. هنعمل مع بعض حاجات حلوه جدا. هنعمل بيكاتا وهنعمل فراخ بالوايت صوص وبيتزا وحواوشي وكوردون بلو. يعني بصوا اللي جاي حلو جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.